السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم شباب جاي لكم موضوع كتير مهم وكتير يعني نحن لازم نكون فهمانينه صح بهاي المهنة، بمهنة الحلاقة الرجالية. أنا الكوافير رام بقدم لكم محتوى تعليمي وشرح عن كل شيء بخص مهنة الحلاقة الرجالية. بتمنى تشتركوا بالقناة، واشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلوا كل شيء جديد. ووصلونا هذا المقطع 200 لايك مع إنه نحن بالبداية، وإن شاء الله بنكبر فيكم. اليوم شباب رح نحكي على أهم خطوة ممكن الزبون ياخذها عندك أنت كحلاق، اللي هي السشوار، يعني تسريحة. تمام؟ آخر خطوة شباب دائما 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 هي المهمة عند الزبون، اللي هي السشوار، وإنه تكون تسريحته تمام. أول شغلة شباب نحن لازم نعرفها، ليش هي أهم خطوة؟ السشوار أهم خطوة. ليش؟ نحن لازم نعرف ونتأكد من شغلة، إنه الزبون قد ما حاول بالبيت او قد ما حاول يصفف شعره على ايده ما راح يطلع معه النتيجه اللي راح يطالعها الحلاق. هاي بالمرتبه الاولى شباب. دائما نحن كمان حصرا 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 اذا شعر كثير عنيد وكثير سميك وبتحس انه كثير فيه ويفي هيك وطاعج كثير على بعضه، نحن لازم نستخدم ليس بعد السشوار. برجع بذكركم اهم خطوه هي انك انت تشتغل التسريحة، والتسريحة تكون تمام. يعني نحن لازم نفهم شباب انه الزبون جاي لعنا، نحن خلصنا له اشتغلنا له قصة. قد ما كان عندك اخطاء انت لنفترض بالتدريج بالدقن، ما عرفت مثلا تعمل له شيء بالتدريج مثل ما بده، او مثلا ما فهمت عليه كثير، اهم شيء شباب، اهم شيء انه نحن نعدل شغلنا كله على السشوار. يعني انت دائما انت كحلاق محترف او مبتدئ او حلاق يعني حابب تفوت بهاي المهنه، لازم تعرف هذا الحكي، انه السشوار اهم خطوه بده اياها الزبون عندك انت كحلاق، هو جاي لعندك كرمالها، لانه هي الخطوه الوحيده اللي ما بيقدر يعملها بالبيت، واللي هو بالاساس بيعملها وما بتقدر تطلع النتيجه مثل ما بتطلع معك انت كحلاق. تمام شباب؟ نحن لازم نهتم كثير بالسشوار، ودائما نتعلم اسس السشوار، وكيف نحن نقدر نلف الشعر فوليوم، كيف نحن نقدر نعطي نفشي مومبي للشعر لورا، وكيف نحن نقدر نستخدم فرشاي الصح لكل شعر، وكيف نحن نقدر نقدر طول الفرشاي المناسب وسمكه وعرضها حسب طول الشعر. تمام شباب؟ يعني دائما لازم نتذكر نحن ونحط ببالنا هيك مثل كانه لافتة، انه نحن السشوار اهم خطوه بالنسبه للزبون. تمام عزيزي الحلاق وعزيزي المبتدئ وعزيزي المحترف، لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. ما قدرت اطول عليكم لانه هي فكره بسيطه كانت وفكره كثير بسيطه وكثير مهمه بنفس الوقت. اتمنى تكونوا استفدتم حلقه اليوم. انا الكوافير راب، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.